القصة ديالنا ديال اليوم كتبين بأن الإنسان أكثر كائن مفترس وعظيم الرحمة على وجه الأرض. علاش؟ لأن المجرم قتلهم ومشى في جنازتهم، قتلهم وبقى كيتفرج فيهم وهما كيموتوا واحد ورا الآخر لمدة 2 الأسابيع، وكان كيحسب ليه غادي يفلت من العقاب، ولكن هيهات، الروح عزيزة عند الله. السلام عليكم ورحمة الله. قصنا ديال اليوم واحد الجريمة اللي هزت المجتمع المصري وحتى العالم العربي. بالضبط وقعت في قرية ديلجة جنوب صعيد مصر. كان تقريبا 50 يوم هادي وكل شيء العالم كيتكلم عليها، الإعلام العربي والإعلام الدولي ووسائل التواصل الاجتماعي، ما كاينش اللي سمعها وما تألمش. علاش؟ لأن واحد الراجل أو واحد الأب هو والأطفال ديالو 6 كيموتوا بطريقة غامضة ومحيرة، كيتوفوا في مرة واحدة. ناصر محمد علي هو الأب، في العمر ديالو 45 عام، كيبيع المحاصيل الزراعية، يعني كيشري الغلة من عند الفلاحين وكيبدل فيها البيع. مزوج أم هاشم في العمر ديالها 38 سنة، هي من قرية بني سويف، ورزقهم الله ب6 ديال الوليدات. أكبر واحد فيهم هي فرحة في العمر ديالها 14 عام، وأصغر واحد فيهم هو أحمد في العمر ديالو 5 ديال السنوات. بالنسبة لناصر هو المعين الوحيد ديال العائلة ديالو، الأم والأب ناس كبار، يعني هو اللي كيصرف عليهم بالأدوية ديالهم بكل شيء، وعاد عنده 6 الوليدات، والأمور المادية ديالو على قد الحال، يعني بحال جميع الفلاحين اللي كاينين تماك كيعتمدوا على الزراعة. يعني الأمور المادية ديالو شوية يعني كما كنقولوا على قد الحال. هذاك الشيء اللي خلى المشاكل تكبر بينه وبين مراته أم هاشم، لأن 6 ديال الوليدات وغلب عليهم الزمان وولات المشاكل بزاف بينه وبين مرته. بالنسبة لناصر هو كان واحد الإنسان اللي ما عزيزش عليه الصداع والمشاكل. هذاك الشيء علاش كانت أم هاشم كل مرة كتمشي كتغضب عند العائلة ديالها، ولكن مرة أخرى ملي غضبات طلقها، قال لها ولكن ولادي بغات تخليهم ما ديمش معاك. هي وافقات، خلات لي 5 ديال الوليدات، والولد الصغير داتو معاها في العمر ديالو كان تقريبا شي عام ونص. بالنسبه لام هاشم كان كيحسب ليها ناصر ملي واخا طلقها راه غير لحظه غضب، تتقول راه من بعد غادي يرجعني، ولكن بالنسبه لناصر ما رجعهاش وقلب على مرا اخرى وتزوج مرا سميتها هاجر. داكشي اللي خلى ام هاشم يعني يجيها انهيار عصبي وجهها امراض نفسيه، يعني اللي قاسحه بزاف، ما تلاتش قدرت تحمل الغياب، يعني البعد ديالها على وليداتها وان تجي مرا اخرى في بلاصتها. داكشي اللي خلى العائله ديالها يدخلوها الامراض المستشفى الامراض النفسيه بالضبط في العباسيه، ونعسات فيه تقريبا شي شهر او شهر ونص. من بعد ناصر ما تزوج هاجر غير تزوج بها حملات وهي تولد أروى، ومن بعد حملات بالطفل الثاني، وهادشي كلشي ام هاشم كتفرج وكتسنى فيه رجعها، ولكن وليداتو ما صبروش على الام ديالهم، بقى كيضغطوا عليه باش يرجعها، لقاش ما كانوش مرتاحين مع مرات الاب. بالنسبه لام هاشم ولاتو باغي غير يرجعها باي طريقه. صافي وافق باش يرجعها، ولكن قال لها ما غتعيشيش معايا في الدار اللي عايش معاها انا ومراتي الثانيه. بنى ليها شي دار بسيطه في الجنب ديال الدار ديالو، وصافي عاشت فيها هي وولادها. ولادو عايشين مره مع مرات الاب ديالهم، مره عند جدهم، لان جدهم وجدهم تما عندهم دار ملاصقه مع الدار ديال ناصر. بالنسبه لام هاشم فجات ما لقاتش لا العفش ديالها اللي كان، لا ما عندها لا ثلاجه لا فران لا حتى شي حاجه، يعني كان داكشي بسيط بزاف، كلشي كاين عند الزوجه الثانيه. صبرات 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 حتى انفجرت، يعني ولات المشاكل بزاف هي وضرتها. كتشوف يعني هو ما كانش كيعدل بيناتهم. هزت تاني ومشات عند العائله ديالها وبقات جالسه غضبانه، ومن بعد رجعت كتقول يعني ما ابسط الحوايج ما عندهاش في الدار ديالها. نهار 11/7/2025 العائله كانوا كلهم مجموعين، والوليدات فرحانين برجوع الام ديالهم تاني من بعد ما كانت غضبانه.
أمهم طيبات ليهم الغداء والعشاء، من واحد الوجبة قالت بأن طيبات فيها الروز البامية واللحم. ومرات باهم طيبات الخبز وجابتو لي، لأن هي اللي عندها الفران والثلاجة، والاخرى ما عندها والو. هداكشي علاش كانت كتغضب، لحقاش كتشوف الراجل ما تيعدلش بيناتهم. من بعد ما كانوا فرحانين وكلاو وكل شيء، 4 ديال الوليدات وبداو تيغوتوا كيتوجعوا، ارتفعت لهم درجة الحرارة، كيحسوا بالحلق ديالهم ناشف وفاقدين التوازن. يعني ما تلاوش قدروا متلاوش يقدروا، بحال مخدرين، متلاوش قدروا لا يزيدوا ولا يوقفوا، يعني ولو كيطيحوا. وجام احتباس حتى في البول، اعزكم الله. المهم كلشي بدا تيغوت. ديك الساعة هزوهم للمستشفى على وجه السرعة. ملي داهم للأسف بداو كيتوفاو واحد ورا الثاني. توفى عمر، هو الأول في العمر ديالو 7 سنين، وريم في العمر ديالها 9 سنين، وأحمد في العمر ديالو 11 عام، وأصغر طفل هو محمد في العمر ديالو 5 سنين. يعني كلشي تصاب بالذهول وتضارب في الأخبار. كاين اللي كيقول سبب الوفاة، كاين اللي تيقول التهاب السحايا. يعني الناس كلهم مصدومين، لا في ديك القرية كلشي الناس ولاو خايفين، ولا حتى في مصر. يعني كلشي ترعب، قالوا تقريبا شي وباء خطير غادي يقضي علينا ويقضي على وليداتنا، غادي ينتشر. يعني بدا التدارك، كل تيقول التلوث ديال المياه، يعني كان تيقول شي، كل تيقول شي فيروس يعني كيتناقل معدي. ولكن وزارة الصحة خرجت بواحد البلاغ يعني على وجه السرعة، قالت لهم بأنه مستحيل يكون التهاب السحايا. يعني لأن لو كان التهاب السحايا ما يمكنش يموتوا الأطفال في واحد الوقت قصير وفي مرة واحدة. قالت لهم ما كاين التهاب السحايا. داروا التحاليل للمياه للماء وكل شيء، يعني بداو تيدروا في التحاليل وكل شيء، قالوا لهم ما كاين لا تلوث، ما كاين لا مرض معدي، ما كاين على حتى شي حاجه من هادشي، غير اطمئنوا. المهم بينما باقي الناس ما فاقوش من الصدمه، ومن باقي عندهم العذاب تقريبا 3 ايام، يلا دفنوا 4 ديال الوليدات. حتى رحمه اللي في العمر ديال 12 عام، وفرحه عندها 14 عام، حتى يتصابوا تمام بنفس الأعراض. تخيلوا، شي حاجة اللي صعيبة بزاف، والله العظيم الله صعيبة. باز لهاد الأم مسكينة وهاد العائلة كلها راه باز لهم بنفس الأعراض. تاهم داهم المستشفى، ولكن رحمتها هي مسكينة توفت عندها 12 عام، مقاوماش دغيا ماتت. بقات فرحة اللي في العمر ديالها 14 عام بقات كتقاوم تقريبا سيمانة حتى هي توفى. ولكن فاش تخيل يلا دفنوا رحمة، شوية توفات فرحة، وناصر تا هو يصيبه نفس الأعراض وتوفى تا هو. تخيل العائلة كلها توفات، وباقين ما لقاوش السبب ديال الوفاة. يعني الروينة نايضة في مصر كلها، ودوك الدواوير كلشي ولا خايف، لأن ما باقين ما لقاوش السبب ديال الوفاة. راه صعيب بزاف، يعني راه صعيب يكون كلشي غادي يقول راه كاين شي وباء راه غادي يقضي علينا وعلى وليداتنا كاملين. يعني راه تخيل كل نهار جنازة. يعني صعيب والله تا صعيب. تقريبا باهم مات من بعد ب15 يوم بعد الوفاة ديال ولادو الاولين تقريبا. يعني نهار 25 في شهر 7 توفى ناصر حتى هو. كيف ما قلت لكم ناضت ضجة في مصر وفي العالم العربي، وكل شي بدا كيضغط بغى يعرف السبب، وكل شي كيترقب، وكل شي خايف. وهذا الشي دار ضغط بزاف على على وزارة الصحة وعلى الأطباء وعلى كل شي. بدا واحد الدكتور يعني سميتو الدكتور أحمد، هو رئيس قسم السموم في المستشفى الجامعي. بدا كيتصل بجميع الزملاء ديالو في مصر وخارج مصر وكيستشر معاهم، لان فعلا ما عرفوش اشنو السبب. كيديروا لهم التحاليل وداكشي ولكن ما كيبان والو. حتى واحد الطبيبه كاينه في مدينه البحيره قالت لي بان من 2 تقريبا كان جاني واحد السيد مزارع، نهى الحياة ديالو وشرب واحد المبيد حشري، وكانت عنده نفس الاعراض. صافي من تماك عرفوا بان ماتوا بالتسمم. وبداو التحريات ديالهم، والشبهات كانت بزاف مركزة على الزوجة الثانية والأم، لأنه هما اللي كلاو معاهم وما وقع لهم والو.
الاب ووليداتو توفاو، المراوات بالذات يعني الزوجة الاولى والثانية ما وقع لهم والو. يعني بدات كلشي التهم موجهة لهم بالذات، بلي ان ام هاشم شكوا فيها. علاش؟ لان هي من بعد ما طلقها كما قلت لكم مرضات نفسيا ودخلت المستشفى الامراض النفسيه. قالوا يعني قدر تكون غير متزنه وهي اللي قتلت راجلها ووليداتها. يعني قدر لان اللي كان شي واحد مريض نفسي قدر وقع عليه هادشي. وحاولوا فعلا كيستجوبوا فيها ولقاوها مصدومه، ما كتهضرش، يعني بحال غير كتبقى كتشوف، ما كتهضر بالشويه، كتهضر غير بحال بانت ليهم ما منهاراش، وما كتبكيش وما كتولولش كما تيقولوا كاع العيال، كما كيديروا كاع اغلبيه العيالات. هي متهدنه وساكته وكتجاوب، وهذاك الشيء اللي خلاهم كيشكوا فيها. ولكن ملي عرضوا على الطب النفسي قال لهم بان كتشكل خطر على حياتها وعلى الناس اللي حداها، وما يدخلوها المستشفى ديال الامراض النفسيه. وخاطر العائله ديالها خوتها وداكشي ما وافقوش، قالوا انها كانت فاش مرضات نفسيا راه غير كانت بعيده على وليداتها، اما ملي رجعات لهم راه مستحيل انها تقتل وليداتها او دير لهم شي حاجه. المهم ولكن دخلوها المستشفى. هي تا هي ملي كان كيسولوها هي كتقول لهم راه ضرتي هي اللي جابت لينا العيش وجابت لينا، راه هي اللي قتلاتهم. ملي مشاو عند الدرة الاخرى قالت لهم ما يمكنش انا اللي غادي نقتلهم، انا هذوك راه انا شحال وانا انا كنت مربيهم بحال ولادي، وراه كنت متهليه فيهم، وراه هي اللي خلاتهم ومشات طلقات وخلات ولادها ليا ومشات. اذن هي اللي ما مزياناش، وراه هي اللي حاقده على الراجل وحاقده هي اللي قتلاتهم. وما يبداو التهم كيوجهوا الاتهامات لبعضيات من اخرى كتلصقها في الاخرى. ولكن المهم بقاو كيستجوبوا يعني بقى يستجوبوا فيهم ولكن ما اتهموهمش. بالنسبه للزوجه الثانيه كيديوها ويجيبوها تقريبا شي 5 ولا 6 المرات. الاخرى دخلوها للمستشفى ديال الامراض النفسيه وكيمشيو كيبقاو كيسولوها. كما قلت لكم هذوك الزوجات بجوجهم بداو يتبادلوا الاتهامات، هذيك تتقول ليها انت اللي قتلتي والاخرى كتقول لي قتلتي. ام هاشم كتقول لهم بان هي العيش هي اللي جابته او الخبز. وقالوا لي علاش انت ما كليتيش؟ قالت لهم لان تنخاف لا تسحر ليا فيه. هي راه قلت لهم شحال انا شفت النيت، قالت لهم كتجيب لينا اللبن كتجيب داكشي، ولكن انا ما كناكل حتى شي حاجه خفتها لا تسحر ليا، تنخاف لا تسحر ليا وتفرقني على الزوج ديالي مره اخرى، مبغاش نطلق على ولادي. الاخرى كتقول لهم لا، انا لو كنت داك العيش دايره فيه السم او دايره فيه شي حاجه راه حتى انا كليت منه وعطيته منه زعما الحمايه وحماتي. قالت لهم سولهم، فعلا سولهم قالوا لهم كلينا منه. قالت لهم كون غادي نقتل ما يمكن ليا نقتل راجلي بعدا، الا كنت نقتل غنقتلها هي، علاش غنقتل انا راجلي ونخليها هي؟ المهم بقى كيتبادلوا الاتهامات. بالنسبه لام هاشم داروا عليها التحريات، لقاوها بان داك المبيد الحشري. بقاو كيقلبوا واش شراتو منين جابتو، قلبوا على الدار ديالها ما لقاو حتى شي دليل اللي يدينها. المهم دايرين في المستشفى ديال الامراض العقليه، باقيين ما وجهوا ليه حتى اتهام. بالنسبه لهاجر او ام اروى يعني ضيقوا عليها الخينه كما كنقولوا، بدات يزيروا فيها لان بقات هي المشتبه فيه الوحيد. الاخرى في المستشفى وبقات هي اللي كيديوها ويجيبوها، كل مره كيضغطوا عليها. حتى نهارت هي تجاوب على كل شيء، قالت لهم ايه انا اللي قتلتهم، انا اللي درت المبيد الحشري في العيش او في الخبز. قالوا لي كيفاش درتي ليه؟ قالوا لي بعدا علاش؟ قالت لهم لان انا راجلي فتزوج بيا قال لي انا ما غاديش نرجعها، كان ما يعدي ما غيرجعهاش، وقبلت بانني غنربي معاه ولادو اللي اصلا ما كنحملهمش وعذبوني وكنكرههم، وقبلت. ولكن في الاخر رجعها. قلت له في الاخر ولا يعني فرحان مع ولادو، وشتو انا بدات العلاقه بينه وبين امراته الاولى بدات تتحسن. قالت لي اختو لا يطلقني وتاخذ بلاصتي. هادشي علاش فكرت باش نقتلها هي وولادها اللي ما كنحملهمش. اما راجلي قالت لي راه مات غير بالصدفه. قلت لهم واحد النهار الزوج ديالي قال لي انا اليوم ما غادي ما فياش لي يتعشى، ما عنديش نفس العشاء، ما غاديش نتعشى. قلت لهم قلت صافي هذه هي الفرصه باش اليوم نقتلهم. ناضت فعلا وصوبت الخبز وجابته لهم.
طيبات الخبز قالت لهم حتى تنتفاجئ بأن راجلي قال لي شم ريحة الخبز وشاف وليداته فرحانين كلشي مجموعين وقال لي بأن يتحلت لي النفس باش نتعشى معاكم. فعلا وجلست ياكل قالت له ولكن ما تليت قدرت ما ندير لأن خفت لا نقول له ما تاكلش ولادهم اللي كلاو قالت لي ولادو راه كلاو غادي غبدا يتقيا ولا غادي يلصق فيا غادي يعرفني بلا انا ماشي لصق غادي يعرفني بلا انا صافي كنشوف فيه تياكل وعرفتي غادي يموت ولكن ما قدرت ندير والو. قالت لي ولكن تفاجأت بأن ضرتي ما بغاتش تاكل الخبز كلات من الأصناف الأخرى ولكن ما كلاتش من الخبز. قالوا لي هانتي قالت لهم انا كليت من الاصناف تاعنا الاخرى كنت انا الخبز ما كليتوش هادشي دارت بحال الاخرى قلت انا ما كليتش الخبز. صافي هادشي اللي وقع يعني قالت لهم تخيل كتقول انها بغات باش راجلها كتبغيه وخاصو اللي يطلقها وبغاتو باش يبقى معاها وهي كتشوف فيه كياكل السم وغادي يموت وما قدراش تمنعه. اش من حب هذا اش من حب هذا. تخيل هادي دابا واش بنادم ولا وحش انك كتشوف وليدات كتقتل فيهم كتشوف نتي ياكلوا وتقتل فيهم بستة وكتبغى تقتل الام ديالهم وراجل هذا هو قتلاته. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يرحمهم والله يصبر ديك المرأة مسكينة لان هادشي اللي وقع ليها الجبل وما يتحملوش.